ركز معايا في اللي هقوله لك. لو ليك حق في ميراث وحد من الورثه رافض يسلمه لك، اعرف ان القانون المصري مش سايبك، واللي بيمنعك من حقك ده ممكن يتحبس. اولا، ايه هي جريمه الامتناع عن تسليم الميراث؟ القانون المصري عمل ونص على جريمه واضحه اسمها الامتناع عمدا عن تسليم الوريث نصيبه الشرعي، ودي مش مخالفه، دي جنحه معاقب عليها بالحبس، وطبقا للماده 49 من قانون العقوبات اللي بتنص على انه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وكمان العقوبة بتزيد لو في إخفاء مستندات أو منع حيازة، أو في حالة العودة للجريمة. طيب إمتى تبقى الجريمة موجودة؟ لازم يتحقق 3 شروط. أولا، يكون في ميراث ثابت، يعني المتوفي مات والورثة معروفين. 2، إنك يكون ليك نصيب شرعي ثابت سواء بعقد إعلام وراثة أو أي ورقة رسمية. 3، والوريث التاني الممتنع يكون ممتنع عمدا، يعني رفض يسلمك حقك رغم طلبك، وماسك في التركة كلها أو جزء منها وحاطط إيده عليها، ويكون مخبي المستندات الرسمية، أو يمنع الورثة من دخول عقار، أو يرفض يسلم نصيب حد من الورثة. وطبعا إثبات الجريمة بيتم بكذا طريقة ولها إجراءات معينة أي محامي أو راجل قانون هيكون عارفها. وعشان أقرب لك المعنى أكتر، لو شخص مثلا توفى وترك محل تجاري أو شقة سكنية أو سيارة، وحد من الورثة نعتبره أحد الأبناء مثلا أخذ مفتاح الشقة دي أو المحل أو السيارة واستولى عليها لنفسه واستخدمها وتحصيل المكسب والريع لنفسه، ومنع باقي الورثة من الحصول على المكان أو حتى المكسب والريع، هنا بقى بتقع الجريمة ويتم حبسه طبقا لنصوص القانون. وهقول لكل شخص أكل ميراث وحرم غيره منه، لازم تعرف إنك لو هربت من عقوبة الدنيا فمش هتعرف تهرب من عقوبة الآخرة مهما عملت، لأن أكل الميراث ده ذنب وكبيرة عظيمة ربنا مش هيغفرها إلا لما الحقوق ترجع لأصحابها.